يعملوا ايه؟ بالتعلم. انا بالتعلم. طبعا ما ده اللي ايه ده، انا يعني هذه المقدمة عشان اصل الى جميل. السؤال. نعم. دور بقى المشايخ. يعني احنا دلوقتي عندنا الاصلين الكبيرين، الاصلان الكبيران اللذان ذكرهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، التصفية والتربية والتزكية. دول يمشوا كجناحي طائر. انا هصفي الاسلام، وده عايز فرق من رجال العمليات الخاصة اللي هي ما فيش حاجة اسمها مستحيل، طلبة العلم يتعلموا بجد، وبعدين يربوا على هذا الإسلام. احنا بقى عايزين الآن نتكلم عن برضو ونهيب ببعض الذين، وهذه مسألة أنا عايزين نركز عليها، بعض الذين يفضلون الدخول في المكتبات وملوش علاقة بالناس والكلام ده. هو أنا عايز أبين حجم المحنة التي يعيشها المسلمون، سواء كان من جهة المصادر الأصلية أو كان من جهة التربية على هذه المصادر الأصلية. ماذا نقول بقى لي يعني أهل العلم وطلبة العلم بمناسبة هذه المحنة الكبيرة التي يتعرض لها الإسلام، وهي الدخول والهجوم التتري على المصادر الأصلية التي إن جاز أن تسقط ولن تسقط بإذن الله، طالما أن في رجال في هذه الأمة وأن دين الله عز وجل هو خاتمة الأديان، لن يسقط أبدا تسقط المصادر الأصلية. هذا الهجوم التتري على المصادر الأصلية وعلى الذين نقلوا لنا المصادر الأصلية زي الصحابة، لما يجترئ إنسان ويقول أسوأ 10 شخصيات في الإسلام، ويذكر عائشة ويذكر عثمان ويذكر طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ويذكر مغيرة بن شعبة ويذكر عمرو بن العاص ويذكر مروان بن الحكم ويذكر يعني هذا، والكلام ده يطل علينا في الجرائد والمجلات وينادى على رؤوسنا ويقال أسوأ 10 شخصيات زوجة نبينا وحبيبته وامرأته في الدنيا والآخرة. ولو سبت امرأة أحد من أي قبيل ولا بتاع لا كانت المسألة مختلفة. فالنهاردة احنا عايزين نقول الهجوم على الذين نقلوا هذه الأحاديث والآثار وعلى أصحاب المصادر الأصلية زي البخاري والأئمة الذين تعبوا في جمعها ونقلها والكلام ده. احنا عايزين بقى يعني نختم هذه الحلقة ب يعني كلام للشيخين إن شاء الله يكونوا يعني خاتمة المسك ويكونوا نفيسا في تحميس طلبة العلم، سواء كان من جانب التصفية أو كان من جانب التربية. فلنأخذ مثلا من جانب التربية فضيلة الشيخ أبو العلاء يكلمنا بقى إيه على ما يجب على العلماء وطلبة العلم أن يراعوه في تربية النشء. نعم. يعني هذا الحديث يثير الشجون في مسألة الهجوم على الثوابت اللي هي سواء الصحابة أو السنة. وأنا قديما كنت تكلمت في هذه المسألة في أن كثير من الشباب قاعد يدخل على النت ويطالع مواقع اللي هي بتتكلم عن الجهاد وغيره، وكل دماغه مشغولة العراق، أفغانستان، الشيشان، فلسطين، بس دماغه مشغولة بهذه القضية فقط، ثم لا هو يتعلم ولا يتعبد وقاعد عاطل وعامل فيها بطل بالأونطة ولا بيعمل حاجة خالص نهائي. وهذا هو الخطر، هذا هو الخطر الحقيقي. ان يعني ايه ملتزم؟ يعني هي القضية انك انت اعفيت لحيتك وانتهت القضية عند هذا القدر قاعد تتفرج؟ لا، لابد. كان الرجل حين يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعه وانما يلتزم ان يتعلم. والقصة عمر بن الخطاب والتناوب في طلب العلم مع صاحبه ادل دليل على انه كان اللي يسلم لازم يتعلم. يبقى اللي يلتزم لازم يتعلم، لازم يتعلم دينه، لازم يتعلم ولازم يتعبد. يعني لا يعرف طالب علم ليس له حظ من العبادة. وقد رأينا انه لا يثبت في هذا الطريق، طريق الالتزام وطريق الدين، الا المتعبد. لا يثبت، لا حتى وان كان مجتهد جدا في الدعوة، مجتهد جدا في طلب العلم، لكن من غير عبادة، حظ من العبادة في قيام الليل وفي ذكر الله وفي تلاوة القرآن، هذا هو الذي يثبت. هذه هي علاقة الخاصة مع الله عز وجل، علاقة السر، صلاح القلب. أما هذه الأمور الأخرى قد يكون في أكثرها حظ نفس، وهذا هو الذي يضيع. فلذلك نقول أن الإنسان ينبغي أو توجيه الشباب الآن إلى أن يكون له فعلا قلب قوي بالله، علاقة سر مع الله، عبادة مع الله. هي التربية أو التزكية التي نقصدها. فالتزكية تعني أمران: التطهير والنماء.
تطهير القلب مما سوى الله عز وجل، تطهير القلب من الشهوات، تطهير القلب من المعاصي والسيئات، والتنمية، تنمية هذا الإيمان وتنمية هذا القلب بعد تطهيره بكثرة التعبد. هذان هما العنصران اللذان ربى عليهما النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. والحديث معروف في سورة المزمل أن الله عز وجل في بداية الدعوة ربى النبي وأصحابه على القيام سنة. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت الله عز وجل أنزل صدر سورة المزمل وحبس آخرها سنة، بعد سنة فقام الصحابة حتى تورمت سوقهم، ثم نزل التخفيف في آخر السورة. الشاهد أنه إذا يعني اختير لي جانب التزكية فأقول أن على الشباب إذا أرادوا الذود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا نماذج. حديث هرقل مع أبي سفيان حين سأله الأسئلة ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم باعتقاده أن النبي على الحق. حكم بماذا؟ بالواقع. حين يرى الواقع. عشان كده انا بقول ان المقاطعة ما جابتش نتيجة، والكلام ما جابش نتيجة، والمؤتمرات ما جابتش نتيجة، وشتموا النبي تاني. ليه؟ لان ما فيش الواقع الرادع، الواقع الاسلامي. كما قلنا ان هرقل اثبت الحق للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد سماع الواقع. الواقع ايه؟ اصحابه يكثرون ام يقلون؟ مين اللي بيسلم له؟ بيعمل ايه معاكم؟ بيأمر بايه؟ بينهى عن ايه؟ الواقع نفسه. لذلك يقول الواقع الصحيح دليل على الحق. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى الذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة. من بعد ما استجيب له، فوجود الاستجابة تضحض حجة المنكر. فلا بد من نماذج واقعية للإسلام، يعني نماذج واقعية حقيقية في بيوت المسلمين، الصوم القوم، العباد الزهاد. قال صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. نسأل الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين. بارك الله فيك. طبعا هو التربية حتى تتم على الوجه المطلوب ولا يكون الإنسان متعبدا بغير ما شرع الله، لابد أن يكون هناك إسلام مصفى، يعني نص صحيح حتى يتعبد المرء. وهذا هو الجانب الثاني. طبعا الجانب الثاني اللي هو التصفية. أنا أتكلم عن التصفية. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. أنا أقول يعني مبشرا بأن العصر الذي نحياه قد شهد صورة مشرقة من صور التصفية في كثير من المناحي. يعني بفضل الله عز وجل نرى الآن كثيرا من كتب السنة الصحيحة التي ميزت بين الصحيح والضعيف والموضوع، وكذلك بفضل الله تبارك وتعالى في مجالات أخرى. وإن كنت أقول لا زالت الأمة في أمس الحاجة الآن إلى منهج التصفية، ولن يقوم على هذا المنهج الخطير فرد هنا أو هناك أو هنالك، بل يجب أن تقوم بهذا المنهج مؤسسات كاملة وتتبنى عطاء وتتبنى هذا التصحيح دول وحكومات. أما أن ينفرد بهذا شيخ هنا أو شيخ هناك فلا زلنا نشهد خللا خطيرا. وأنا أقول بكل أمانة إن ما نلمحه الآن على أرض الواقع الدعوي من تشرذم وتهارج وتنازع واختلاف بل وانحراف فكري وسلوكي باسم الإسلام بسبب غياب عدم تصفية المنهج. قد يقرأ الشاب الذي تحمس سمع الشيخ الكريم والشيخ الكريم في محاضرة أو في فضائية فتأثر وبكى وانفعل وانطلق فأحضر أي كتاب ولا يفرق بين الصحيح والضعيف والتحقيق يقرأ كلاما في غاية الخطورة. قد يتحرك هذا الشاب بعد ذلك من منطلق هذه العاطفة الجياشة لدين الله وهذا الوجدان الحي بجهل، فتؤثر فيه هذه الشبهة التي طرقت عليه من هذا الكتاب أو من مواقع الإنترنت الخبيثة التي تعلم شبابنا الآن الانحراف الفكرية والسلوكية في آن بدعوى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ووالله أنا لا أؤصل ذلك إلا نصرة لدين الله عز وجل. لا ينبغي لأي أحد أن يخطو على الطريق خطوة فكرية أو عملية إلا بعد أن يراجع الربانيين من العلماء حتى تتم قضية التصفية هذه. يعني لو قرأ ابن من أبنائنا كلاما في أي كتاب لا ينبغي له أن يتحرك ليترجم هذا الكلام حتى يتحقق من صحته، وهذه قضية التصفية. وكما تفضلت الآن
ذكرتم جزاكم الله خيرا أن الخوارج بسبب انقطاع يعني هذه العلاقة بين القلب وبين المنهج يعني وقعوا